الوقت الحالي بعد فكره الزمالك لازم دلوقتي المرحله اللي هو بيتكلم فيها اداره الزمالك وجون ادوارد ما بعد خلاص البيان، خلاص البيان كان كاشف زي ما عمرو قال وعمرو استفاض في الموضوع ده انه شرح الوضع نادي الزمالك. طب ماذا بعد؟ المعلومات اللي عندي انه الطرفين في الوقت الحالي بيحاولوا يوصلوا لحل، لانه زي ما قلت لك كان ممكن جون ادوارد يقول انا خلاص في اخر البيان الناس كانت مستنيه يقول لك انا خلاص انا بتقدم باستقالتي، طب انا كده بنط من مركب، او الاداره تطلع تاني يوم. كانت في ناس بتحاول تتواصل مع الاداره اللي طلعوا قرار باقاله جون ادوارد تاني يوم الصبح اللي هو النهارده. لكن الطرفين كل واحد فيهم عايز ينجح. ممكن تكون المعطيات كل اللي بيحصل حواليهم مبين ان مفيش نجاح خالص، ولكن زي ما بقول لك ايه الدنيا ما فرطتش، بمعنى انه حتى الان الزمالك مكمل في الكونفدراليه، الزمالك مكمل في كاس مصر، الزمالك مكمل في كاس العاصمه. تقدر تقول لي اسم عليه توافق هيجي يبقى هو مدير فني نادي الزمالك؟ مفيش. اشكرك. خالد، ايه اللي حصل في موضوع حماد حمدان؟ على طول كده؟ ما عايز يتكلم في الزمالك. ايه؟ هو عايز يتكلم في الزمالك. لا خلاص، ما انا مش اتكلم في الاهلي واتكلم في الزمالك واتكلم في كل حاجه يعني. بس انا عايز اخش في موضوع حماد حمدان عشان ما بس يعني كان في حاجه في السياق بس بالنسبه للزمالك. اخش بس في الاهلي وبعدين ماشي. ارجعك للزمالك واخليك تقول اللي نفسك ترجع يا فيه. عم وتقول لي انت عايز. ماشي. لا هو مساله لو ما خربشش انت يجرى لك حاجه. لا والله لو لا ما عملش والله عملش ما- بايدك لا كده لا يبقى خالص، في إيه؟ لا ده المعلومات عشان دي كان بيخاف. لا هو المساله عشان بس يكون في راي وراي اخر، بس مش قصه يعني. هو ده رايي الزمالك. انت هو ما جاش الرأي نادي الآخر الأهلي. يلا. لا انا بتكلم راي اخر في الزمالك. اخر في الزمالك. لا يا عم راي اخر. انا بقول لك ايه؟ طب نخلص بقول لك الزمالك. ثانيه واحده. لا ده الرئيس قاعد، الكبير قاعد. ربنا يخليك. لا اظبط لنا الاهلي يا خالد، اتكلم على الاهلي يا خالد. حالتهم ما تسمحش ان يبقى في تدخل من الخارج اصلا. لا مفيش مشكله. بس محمد ربنا يعني هي المنافسه والله العظيم انا عايز اتكلم مشاكل على فكره. هم اقدر حاليا في التوقيت الحالي على حلها. انا مش شايف انه من الضروري احنا لا بس انا مش عايز الناس تاخد. لا هكمل الجمله انه حاليا اي تدخل مننا قد يفسر على انه محاوله لوضعهم في مواقف اصعب من اللي هم فيه. لا هو مفيش اصعب من اللي هم فيه. بس احقاقا للحق طبعا يا استاذ محمد بعد اذنك يا استاذ ابراهيم، نادي الزمالك مش على الحديده، هو تحت الحديده. اللي على الحديده ده يعني معهوش فلوس، هو مديون ب 2 مليار ونص. نادي الزمالك انا بقول برضه عشان يبقى الناس عارفه بعد اذن عمرو وشاوي بالمعلومه، 2 مليار ونص لعيبه الصالات وكل الالعاب ما خدوش مرتبات من رمضان والمدربين. نادي الزمالك ما عندوش فلوس يحل اي مشكله لاي لعيب. لعيبه الكوره نفسها عمرو بعد اذنك، لعيبه الكوره نفسها ما خدتش مرتبات من شهر 7. كل الفلوس اللي جت والمداخيل اللي حصلت 400 مليون والناس بتتكلم فيها كانت عقود قديمه بالنسبه لنادي الزمالك. بالنسبه للبيان وان هو هل على هوا مجلس اداره نادي الزمالك ولا لا، انا كنت بدردش مع حد النهارده في نادي الزمالك قال لي هو الوضع كاشف، احنا كنا المفترض ناخد هذه الخطوه الاستباقيه علشان نوضح. احنا وجون ادوارد في نفس المركب، هو ما نطش من المركب ولا احنا بنتملص من المسؤوليه. يعني هو مبسوطين بالبيان؟ مش موضوع مبسوطين بالبيان يا خالد، بس ده وضع حقيقي يا خالد. بعد ما راجع نفسه كان بيقول ان هو اللي ياخدها قبل المدير الرياضي. انا بسال يا جماعه والله اسئله عاديه. ما بقاش انا عارف خالد بيفرق على ايه. خالد اول واحد واحنا قاعدين من اهو جايبها لك على خالد من اول واحد لما كنا بنتكلم على تجربه جون ادوارد وقلت راهني والفيديو فايرال دلوقتي راهني. انا شاهد. جون ادوارد هذه التجربه لم تنجح. لكن الناس اللي كانت بتضخ بفلوس في مشاكل. ثانيه واحده، احقاقا للحق هذا الرجل قال الكلام ده من بدري. طبعا فدي رؤيته، وراجل صحفي مسؤول عن هذه الرؤيه وتحملها، والنهارده تقريبا شبه الكلام اللي هو بيقوله حصل، لان احنا دلوقتي واصلين لمرحله ادينا شايفين دلوقتي الموضوع عامل ازاي. لكن برضو نقطه اخيره، في مشاكل حصلت في مشاكل حصلت ما بين الاداره وما بين جون ادوارد. انا بقول لك في مشاكل في الخفا حصلت، ابرزها كان ان الناس المحبين في نادي الزمالك الفلوس دي لما كانت بتدفع بعض المحبين كان يحب اللعيبه بعينها، فيقول لك انا عايز الفلوس دي تتوجه لعمر جابر وعواد، انا بقول لك اسماء. فلما الفلوس دي تروح فهو كان مبدا جون لا انا عندي العداله والشفافيه، الفلوس توزع على الناس كلها، فده باب اتقفل، وده كان اهم باب بيدي فلوس لفرقه الكوره. فانا بقول لك المشاكل في كل حته حوالين نادي الزمالك. هو مجرد سؤالين انا عايز اقولهم من اول سؤال. اول حاجه لما شوقي قال ان في ناس في مجلس الاداره كانت عايزه يعني ماسكه في حته ان خلاص جون ادوارد من الممكن انه يمشي او كده، ولكن هما الاثنين يعني متفقين على ان جون ادوارد يكمل. عايز اسال سؤال، هل فعلا في عقد جون ادوارد شرط جزائي 2 مليون دولار؟ لو ما هو ده اللي انا عايز اساله بس مش اكتر. ماشي اتفضل يا بيه. لو تسمح لي ان اتفضل يا بيه. العقد فيه شرط جزائي مش 2 مليون دولار. وانا بقول لك على مسؤوليتي، لو مجلس الزمالك انا بصدقك من غير لديه رغبه حالا ان هو ينهي تجربه جون ادوارد ويشكره
ويكون في حل للازمه اللي فيها نادي الزمالك، الراجل ما عندوش مشكله ان هو يشكرهم بدون اي شروط جزائيه وهيتنازل عن في شرط جزائي يا عم. في شرط جزائي مش ب 2 مليون من دولار. كام يعني؟ اقل من المليون دولار بكتير. طيب اقل من المليون. اقل من المليون بكتير. وبقول لك وعلى مسؤوليتي انا يا كابتن ابراهيم، اذا كان الحل هو انهاء تجربه جون ادوارد والزمالك، احنا بنتكلم في معركه بقاء للزمالك. خلاص ده تصريح واضح. فهو الراجل بيقول لمجلس الاداره لو الحل ان انا ابقى مش موجود وازمه اللعيبه وازمه الفريق الماليه تتحل، انا بتنازل بشكل تام عن الشرط الجزائي ده خالص، مش عايزه. هل انت واثق من معلومتك؟ يعني لو صحينا الصبح او حد دلوقتي من مجلس الاداره ده نبل كبير قوي من جون ادوارد. قالوا ايوه جون دلوقتي ما بين اعضاء المجلس وجون ادوارد، لو قالوا له لو شكروه حالا هيقولوا لهم انا متشكر جدا ومش محتاج. طيب انت كده راجل واثق من معلومتك بنسبه 100%. عايز تقول حاجه يا شوقي؟ لا انا كنت برضو باكد عشان خالد كان وجه لي السؤال نفس المعلومه بتاعت عمرو. الشرط الجزائي فيه شرط جزائي وده متفق عليه من الاول من ضمن البنود. العقد مدته 3 سنين. الشرط الجزائي مش 2 مليون دولار ولا مليون دولار، اقل من كده بكتير. وفي الاخر تمام وصلت. خالد بيه، نعم قول لي بقى. حامد حمدان. حامد حمدان. حامد حمدان. الفرق ده كله انا عارفك اقسم بالله. لا والله يعني بيفرق. ممكن يجيب لك حامد حمدان من اول الزمالك. اتفضل. لا خالص. لا خالص. حامد حمدان ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل في حامد حمدان؟ هل حامد حمدان كان بتاع الاهلي وفي اللحظه الاخيره راح بيراميدز؟ هل حامد حمدان كان اقرب للزمالك وكان في مولى لحد امبارح بس احد المحبين ما ردش على جون ادوارد فحامد حمدان ما راحش الزمالك وبقى موجود في حوزه الاهلي، فالاهلي في اللحظه الاخيره قال لا مش عايز، فبيراميدز اخذ. هل بيراميدز حط فلوس اكتر فالاهلي خرج من المشهد؟ اديني بقى اللي عندك. بيراميدز معلومات انا الشخصيه في موضوع حامد حمدان انه لم يتدخل في مساله حامد حمدان الا لما دخل النادي الاهلي في الصفقه. اهتمام من النادي الاهلي في الصفقه وتالق اللاعب مع منتخب فلسطين في البطوله العربيه خلى الناس دايما تبص على لاعب. دايما بيراميدز واضح جدا اي لعيب بيدخل فيه النادي الاهلي بيدخل فيه بيراميدز. والحقيقه برضو انا شايف ان في الفتره الاخيره ان في حاله من البطء شويه في التعامل مع دخول بيراميدز في اي صفقه بيدخل فيها مع النادي الاهلي، والبطء من ناحيه النادي الاهلي. خلينا نكون واضح وصريح يعني، لان احنا اعتدنا ان لما يكون النادي الاهلي في سباق في اي لاعب عايز يدخل ياخده بيدخل ياخده، انما مع بيراميدز الامر مختلف. الاهلي كان عايز حامد حمدان؟ عايز. الاهلي كان عايز حامد حمدان. ايه اللي حصل؟ الرقم المالي اللي عرضه بيراميدز والانجاز من ناحيه بيراميدز هو اللي خلص حامد حمدان لمصلحه بيراميدز. مش الراي الفني خالص لا. خالص لا. المدير الفني كان عايزه؟ لا عايزه والله. ما هو بالعقل يا جماعه، بالعقل والمنطق. ازاي انت هترفض لعيب في وسط الملعب وهو اعلى من الناس اللي موجوده عندك؟ هو اعلى من الناس، يعني الناس اللي موجوده عندي في الفرقه حامد حمدان اعلى منهم ولا لا؟ هل الناس اللي موجوده عندي بتفكر تمشي ولا لا؟ خلينا نتكلم على حامد حمدان في مفاوضات مباشره. الاهلي اتكلم مع حامد حمدان في مفاوضات مباشره. اتكلم مع وكيله طبعا. اتكلم مع مين اللي اتكلم؟ كابتن سيد حفيظ اتكلم مع وكيله، مع سمير الحاوي قبل ما الكابتن سيد عبد الحفيظ يسافر سفريته اللي كانت مؤخرا. اتكلم معاه وقال له لو حامد حمدان عنده عرض من النادي الاهلي رحب، ترد عليه وتقال له ان ما حدش يرفض النادي الاهلي. عايز اسمعك بقى. ما انا مش هدخل في فكره المعلومات. انا هدخل في راي. يلا. راي مشجع. يلا بيتفضل. راي حد شايف الاهلي محتاج ايه. المدير الفني كان عايز حامد حمدان وفي كلام تاني لا اصل المدير الفني ما كانش عايز. هو انا مش هدخل في الجيم ده خالص. هو وجهه نظري الشخصيه، الاهلي محتاج حامد حمدان ولا لا؟ الاهلي محتاج 5-6 حامد حمدان. 5-6 حامد حمدان يعني ايه؟ مش في المركز ده. محتاج كل حد عنده ظروف حامد حمدان. ايه ظروف حامد حمدان؟ لاعب مش مصري هيتحسب محلي. ليه؟ لان انا لما ببص حواليا على الفرق اللي موجوده في الدوري، اللي بالمناسبه عشان الناس بتقول اصل هو عقده في السنه ممكن يكون $1 مليون، لا انا لما ببص جنبي الفريق ده بيطلب في لاعب ما لعبش ماتشين دوليين على بعض ويا دوب بيسلم ويستلم الكوره 50 و60 و100 مليون جنيه. الاهلي كان بيكلم قبل كده لعيبه من زد اتقال ده ب 100 مليون والتاني ب 100 مليون.
جناحين، ده ب 100 مليون وده ب 100 مليون. مظبوط. فبالتالي الاهلي محتاج كل لاعب عنده ظروف حامد حمدان، اللي هو لاعب من افضل اللعيبه في البطوله العربيه، وبالتالي هيجي يلعب عندك ومش هيتحسب اجنبي. طيب في الدفاع، في الباك اليمين، في الباك الشمال، في المهاجم، كل لاعب بالظروف دي انت محتاجه. يبقى الاهلي محتاج ده ولا لا؟ محتاج. طب لما انا اقول ان كمان لحد دلوقتي ديانج انا ما حسمتش امره ان هو موجود معايا، تمام، يبقى ده سبب ادعى ان انا اشوف هنا من وجهه نظري ان الاهلي كان محتاج حامد حمدان. طيب كان محتاج حامد حمدان، بس ده كان في رايي محتاج حامد حمدان مع ديانج. طيب القصه كده رايحه لايه؟ حاجه ببساطه وبسلاسه. ليه جمهور الاهلي النهارده كان عنده ردة الفعل الغاضبة دي؟ وانا مش هسود الدنيا ولسه هنستنى ونشوف فترة الانتقالات، ولكن هو انا عندي فكرة التطلعات العالية. ازاي؟ وانا هنا بتكلم بمنتهى الصراحة. اسماء جديدة جت قوية لها رصيد، الجمهور متعشم ان هي يشوفوا الستارت اب بتاعتهم قوية. انا محتاج اشوف ده واحسه. ايه اللي حصل النهارده؟ الجمهور اتهز شويه. طب هل انا بصدر احكام مطلقه على الناس اللي بتدير وفتره الانتقالات اللي جايه؟ لا. ولكن بقول ان ده جرس انذار ان الناس مستنيه تشوف. فانت عارف فكره الحد اللي بيبدا حاجه فمحتاج في بدايتها وفي الطلعه بتاعتها اي بروجكت. بالمناسبه في كوره بره كوره اي بروجكت الستارت اب بتاعته لازم تبقى قويه. ماشي. فالناس باصه ان في ناس جت، مش في ناس، هو وفي تغييرات. اسم الكابتن سيد عبد الحفيظ. لا انا جاي مجلس اداره النادي الاهلي بيتقل طبعا، بيتقل الاداره كابتن سيد الاستاذ ياسين منصور، ايوه، وجود كابتن محمود الخطيب ايضا، لان هو قال ان هو مازال مشرف على الكره. فبالتالي الناس شايفه بالثقه اللي في اسم كابتن سيد، والثقه، عارف انا علقت امال كتير، سوف اعلق عليك امالي وطموحاتي وقناديل دموعي. في الاول وفي الاخر الناس ما تحملش كابتن سيد عبد الحفيظ. لا، ما انا عشان كده انا قلت الفكره يعني في رئيس نادي ومش في لاعب محمود الخطيب وفي نائب يبقى انا قلت ايه؟ قلت الفكره ان الناس شايفه ان المنظومه دي البرفورمانس بتاعها والاداء بتاعها يطلع نار من ده، يطلع السما. فانا لحد دلوقتي ما بتكلمش في ردود افعال رسميه، لان ما فيش تصريحات رسميه. تصريحات رسميه لا تعرف منها ان احنا دخلنا في اللاعب ولا ما دخلناش، فوضناه المدير الفني اللي عايزه لا مش عايزه، كل ده بالنسبه لك مبهم. ولكن ما يدور حول فكره اصل حامد حمدان كان هياخد كتير، اصل ما هو يا فارس ده انا اسف معلش، طموحاتها عالي. التعامل ده في حد ذاته كان غلط، بمعنى ان الاهلي ما صرحش بموقف. انا عايز اقول لك انت كل جمهور النادي الاهلي بلا استثناء وصل لمرحله ان حامد حمدان اهلاوي. طيب انا عايز اشوف ايه؟ ربما اتقبل انك ما صرحتش، بس عايز اشوف بقى الكامباك في الفتره بتاعه الانتقالات، مستني اشوف ده. فليه رد الفعل كان كده؟ لان الناس حست ان هي عندها طموحات كبيره جدا. طيب الطموحات اللي جايه ايه؟ الطموحات اللي جايه انا ببص على بيراميدز المنافس الرئيسي ليها دلوقتي، عنده مهند لاشين، بلاتي توريه، محمود صابر يقدر يرجع له من زد، وبيدخل في حامد حمدان، وفي كلام مع حمدي فتحي، وسمعنا انه بيفاوض ديانج. بص الجيم، فطبيعي انا مستني اشوف خطوات سريعه. قول لي عشان لازم اطلع فاصل. حامد حمدان وقع عقود الانتقال لبيراميدز، وقع. بيراميدز تسلم الاستغناء الخاص بحامد حمدان، ما تسلمش، هيستلم بكره الصبح. بتحصل محاولات في الساعات الاخيره، قد تكون محاولات غير مجديه من الاهلي، لانه تواصل مع رئيس نادي بتروجيت بشكل مباشر. هناك بعض المحاولات للوصول ليه ان احنا نقدم عرض، وعرض اقوى من عرض بيراميدز، لان بيراميدز ما استلمش استغنى اللاعب موقع لبيراميدز، ولكن لم يتسلم نادي بيراميدز الاستغنى. الاهلي بيحاول محاولات قد تكون غير مجديه، ولكن وفقا لمعلوماتي ان المكالمه اللي حصلت من فتره من كابتن سيد عبد الحفيظ لسمير الحاوي وكيل اللاعب اللي كان مدتها 26 دقيقه، كان فيها كلام كتير. 26 بالظبط ال 27 لا مش 27 عيب. المكالمه دي اتجددت في محاولات للوصول للاعب، حتى لو انت وقعت لنادي بيراميدز، طب احنا عايزينك نقدم عرض افضل، في محاولات ولكن قد تكون غير مجديه بالمره. استاذنا عايز اسالك سؤال، حضرتك تجاوبني بعد الفاصل. الا يعد جمهور الاهلي من المستعجلين في موضوع الصفقات؟ يعني الاهلي عنده
ولما تيجي تبص في الكتاب بتاع النادي الاهلي هتلاقي الاهلي عنده. ولما تيجي تبص على غريمك التقليدي نادي الزمالك فترى في مشاكل النادي الزمالك بير غويط نازل لتحت. فمش فيها حته كده عند جمهور الاهلي استعجال زياده شويتين ثلاثه وانت لسه ما دخلتش يناير، وانا عارف وانت حضرتك عارف وفارس عارف وخالد عارف ان الاهلي داخل في موضوع الصفقات ده بقاله فتره، والناس هتلاقي اسماء كتير. اروح لفاصل ونرجع نكمل. يلا.